إذا هنا سؤال: إذا صلى الإمام 20 ركعة صلاة التراويح في مسجد ما، فهل يتابعه المأموم؟ الصواب إخواني في الله والسنة في صلاة التراويح أن تكون 11 ركعة، 11 ركعة. فإذا زاد الإمام واجتهد فنحن نقول له هو اجتهد، ونقول خالف السنة، لكن لا نؤثمه، ونقول اجتهد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه. أما نحن لا نتابعه فيما خالف السنة، فنصلي 11 ركعة. ثانيا، أنا أختر أصلا مسجدا يصلي 11 ركعة حتى أنصرف مع الإمام. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما إذا كان مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام، ففي أيام الكورونا كانوا يصلوا 11، ثم بعد ذلك الآن رجعوا كأنه بدهم يرجعوا صلوا 20 وما شابه. على كل حال، العبرة إخواني في الله أن تصلي التراويح ولا تزيد، وإنما كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فكان يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3.